السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بيكم في يوم جديد، فيديو جديد، فلوج جديد، حاجة جديدة. هادية موفقة عليا وعليكي اختي وحبيبتي وصاحبتي. احنا فين يا ولاد؟ احنا زي ما طلبتوا مننا عند اخوكم اللي انتوا بتحبوا الفيديوهات بتاعته وبشكره في حضرتك جدا. بصوا انا ابو يوسف. ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام يا رب ده نكون في احسن حال. احنا كتير كومنتات على الفيديوهات الاولانيه خالص، فجأة عايزين يعرفوا الصالونات الجديدة ايه عند ابو يوسف. هو في حاجات جديدة نزلت، حاجات ممتازة وحاجات شغل جديد ما شاء الله. يعني مثلا في حاجات زي كده شغل مقصب. في حاجة زي كده فيها شغل قصب وبتاع والكلام من ده، دي في التنفيذ شكلها كويس جدا. بتنزل معاها بقى مش سادة خالص، بينزل معاها حاجة منها فيها يعني شغل بسيط. يعني بلاش يعني الناس زهقت من الشغل السادة والكلام من ده، فدلوقتي بياخدوا ايه المشجر مع الرسم. ما شاء الله. في برضو بص بنات تابعونا تيك توك وكواي وفيسبوك وتليجرام وانستجرام واليوتيوب وتويتر. احنا موجودين معاكم. في بقى بصي ده برضو شغل بوكيهات وحاجات زي كده، بس ده يعني ايه احنا شفناه قبل كده. في شغل زي كده ده برضو شغل. لا هنقول الاسعار النهارده يا ابو يوسف ينفع؟ هو بصي الاسعار النهارده يعني متفاوته بصراحه. ده كده الليرن ده حلو قوي، ده في منه كل الوانه، حلو قوي قوي قوي، ده بكل درجات الالوان يا بنات. ده المتر يعمل كام يا ابو يوسف؟ ده في الاسعار احنا دلوقتي بنشتغل بالاسعار القديمه مش الجديده، عشان طبعا الاسعار الجديده طبعا ايه احنا مش عايزين نشتغل بيها، عشان طبعا الزبون لو سمعها مش هيجي. فلا احنا بنقول دي الاسعار بقى الايه القديمه قبل الدولار ما يعلى. القديمه يعني في ده جبلان على حرير وشغل قصب والكلام من ده. ده المتر فيه بيعمل 160 جنيه، ده لو على الاسعار الجديده هيعدي ال 200 جنيه. تمام. في بقى حاجات زي كده برضه نفس الفكره نفس الاسعار. دي نفس الاسعار، بس برضه عشان برضه زي كده اقل. يعني في شغل زي كده برضه، ده شغل جميل جدا برضه. ده السعر بتاعه بيعمل 150. في برضه حاجه زي كده ده برضه شغل لسه نازل وفي التنفيذ شكله قيم جدا. وفي الساده بتاعه دي بالوانه، يعني مثلا ده بينزل ساده ومشجر، كل دي الوانه ما شاء الله. وفي بقى حاجه زي كده ده برضو لسه نازل جديد. ده نازل ده الصالونات الابيسون. ده نازل 3 ماتشنج. اللي فوق ده تحفه يا بنات. يعني بص ده بينزل بوكيهه كبيره. يعني في ناس مش عايزه شغل البوكيهات ولا الكلام من ده، ولا شغل الابيسون بتاع زمان اللي هي الكرسي القعده والظهر والكلام ده. شغل جديد حاجه فخمه جدا. ده بوكيهه كبيره ماشي، ومعاها بوكيهه صغيره. يعني لو زبون مش عايز مثلا بوكيهه كبيره وحابب الرسمه، ممكن ناخد البوكيهه الصغيره على حسب الذوق بتاع العميل. وفي بقى الساده بتاعها بنفس الماتيريال. بصوا الساده بتاعها بنفس الماتيريال. ممكن الساده ده يا ابو يوسف بيبقى الظهر ولا بيبقى ده بيتعمل الجسم بتاع خليك معايا. هنا عملنا القماشه مشجره. تمام. بنعمل بقى الشيلت والحاجات دي ايه؟ يعني احنا مثلا بنيجي مثلا هنا بنعمل الجسم كله ساده. الساده احلى. الساده مثلا كده ماشي، بيتعمل بنفس الفكره كده. تمام. وبنيجي مثلا لو احنا حابين رسمه كبيره زي كده. تمام. بصوا كده يا جماعه، دي رسمه البوكيه. بصوا عامله ازاي، بتبقى بنفس الفكره كده. ده الجسم. ده الجسم وده بيتعمل الشلت. في حاجه ظريفه قوي ممكن تعكسي. جميله. ساعات بنعمل الكنبتين او الكنبه، بنعملها مثلا لو صالون اللي هو مودرن وستيل مع بعض، بنعمل الكنبتين مثلا ساده. وبناخد البوكيهه دي نعملها زي الخداديات، وناخد الباجيتين او الكرسيين بنعملهم بوكيه قاعده وبوكيه ظهر. تديني شكل جميل، يعني تبقى بنفس الفكره. البوكيه بواحده ببوكيهه واحده ولا باتنين؟ لا دي يعني بوكيهه كده هي بتبقى بنفس الفكره كده. وباجي اخد البوكيهه دي في الظهر. ده بالنسبه للكرسي. وبتخفي الجناب اللي هي الفراغات.
تعمل كونتراست عالي قوي قوي. مش رسمه، حابب رسمه صغيره في الرسمه الصغيره. شيك قوي دي. بص دي الرسمه الصغيره اهي. دي الرسمه الصغيره بنفس الفكره. حاجه شيك قوي. في منها بقى البيج الذهبي اللي هو اللون الذهبي اللي هو الشامبين. في منها البيج الفاتح، لون جامد جدا. بص البيج الفاتح بتاعها. دي اشياء. دي بص البيج الفاتح بتاعها حاجه ما شاء الله يعني في التنفيذ جدا جدا. حاجه تحفه. معاها بقى الساده. ده الرسمه الصغيره اهي. تمام. بصوا كده كبيره اشيك بالنسبه لي يا بنات. في بقى اللي هي الساده خالص. بصوا كده. طب انا بقى لو عايزه اعمل حاجه تبقى ميكس شويه، اغير القماشه الساده دي، انا عايزه اجيب لون اغمق، احط ايه على الموديل ده؟ ممكن بقى لو انا حابب حلوه قوي قوي ادخل معاه مثلا، اختار اي لون. انا متخيله كمان الهيكل. عارف الكنب الابيسون الصغير ده اللي هو مطعم بالذهبي، ارابيسك و2 كرسي. لو انا مثلا حضرتك مش عايز اخد الساده بتاعه، بس هو طبعا يستحسن ناخد الساده بتاعه. ممكن اخد مثلا ايه، بصوا كده. دي لونها كمان بصوا يا جماعه، تحس هي ناطق عن الاقمشه التانيه. بصوا كده، دي عجبتني. بصوا بصوا هنا اللون ده نفس اللون. تعمل ماتشنج. بعمل ماتشنج ابين الشغل. ممكن اعمل كنبتين كده واعمل الكرسيين كده زي ما انا ما حابب، تديني شكل عالي جدا جدا. جميله. ده شغل لسه نازل، هو حاجه عاليه شويه بس ايه، حاجه فخمه يعني. برضو البيجات مش عارفه، هي جايه معايا بيجات. بصي يا خرابي. ده حاجه بقى، هو مش بيجات عاديه، ده لون الشامبين، لون البيج الشامبين. ابو يوسف القماشه دي ايه؟ ده حاجه اسمها ده جبلان حرير. ده جبلان حرير. لا دي احلى بقى. حاجه ما شاء الله، وحاجه بروز، وتيجي تعملي الصالون تحس ان انت عامله حاجه فخمه جدا جدا. لا المتر كام يا ابو يوسف؟ عشان خاطر بوسي شانل. لا هي دي يعني. بصي والله يا بنات تعالوا، هي دي. وبقى الالوان بقى، بصوا يا بوسي بقى، احنا عايزين بقى ايه؟ بصوا اول لون ده اللبني ده بيبي بلو، جامد جدا في الشغل. وبصي يعني اللي فوق ده في الذهبي، ده الذهبي. في البيج. لا البارتيشن ده غبي. تحفه تحفه. وياكل انتريات يا ابو يوسف. لو انا عايز اعمل اشغله بس انتريه فريم، يعني في خشب، في خشب. انما انتريه مودرن خشب ابيض مش لا. خشب يعني خشب مثلا في يعني صالون انتريه في خشب باين والكلام هيكل كده بس يبقى لونه ابيض. بص انتريه المودرن على فكره ده يعني ممكن ادخله في بس احنا متعودين ان الرسمه دي بتاعت الابيسون. لا ما هو انا ممكن ادخله في الانتريه المودرن، بس ادخل معاه اللون، ادخل معاه قطيفه بقى عشان احس ان ايه، ان انا شغل كابوتينيه وشغل التشريح والكلام من ده، فيديني منظر عالي جدا. وممكن اعمل منه اعمل الطقم كله ساده، واخد ده اعمله بوكيهات زي نظام خداديات كده، تديني منظر كويس. ده حاجه جميله جدا. لا ما تضحكش عليا بقى، المتر بكام؟ هو بص ده ابو يوسف هيعمل واجب يا جماعه مع فانزاتي، وهما بيجوا يشتروا منه وبيشكروا. ده بصراحه هو المتر فيه بيعمل 250 بصراحه. 250 لان ده حضرتك بصي الشغل بتاعه ده شغل بارز، شغل يعتبر هاند ميد، بس مش هنكذب نقول، بس هو حاجه مكن نظيف. يعني بص حتى الظهر بتاعه وطريقه تصنيعه. بص حتى الساده بتاعه مش ساده عادي خالص، لا ساده. بص معمول بنفس الديزاين، بنفس الفكره بتاعت الشغل، حاجه محترمه بقى. وبعدين ده معالج بيتصبن، وعلى اي حاجه بتنضفيه. وبعدين مش زي زمان بقى لما كنا بنيجي ندلق على الحرير والكلام من ده. ده باي سفنجه كده، باي منظف ينضف معاكي على طول. ده 250. السكر 250. في ده سعره كويس مش وحش، ده بيعمل 180 جنيه. ده احلى بالنسبه لي، خامته برضه ممتازه جدا على فكره. ده حلو قوي. ده انتريه ده فخم. بصي يعني بص حتى الضهر بتاعه. بص حتى ممكن يجي بتاع ده بتاع السفره، النوع ده شغال سفره، يشتغل سفره. انت ممكن تعملي صالون الموديل ده، اللون ده والموديل، ومعاه قدامه مثلا لو ريسبشن كراسي السفره اللون ده، هيبقى فخم جدا وحاجه مستوى كويس جدا. معاه مفرش ابيض بقى، احنا كده فرشنا الريسبشن. احنا عايزين نغير المجال بتاع المودرن اللي هو بتاع البني الغامق قوي اللي احنا بقى ايه، عشان بعيد عن الكركبه والحاجات اللي بتتنضف وكده. لا اللون حلو. هتورينا ايه تاني ابو يوسف؟
انتريه. عايزين نشوف الانتريهات بقى. انتريه، لا ده صالون. هنقول ايه، 2 كنبه. ما هو صالون ده كنبه و4 كرسي. و4 كراسي. يكلف وفي صالون برضو كنبتين، كنبه 3 وكنبه 2 وكرسيين عادي. يتكلف قد ايه قماش؟ انا دلوقتي نازله عند ابو يوسف عشان اجيب قماش لصالوني، كنبه واحده و4 كراسي. هو عامه اللي هو الكنبه واحده و4 كراسي لو الشلب بتاعته متحركه بياخد بالظبط كده 25 متر. 25 متر لو الشلب متحركه. في صالون ممكن ياخد 12 متر. الصالون بيبقى بس الشلته ثابته ما بتتحركش، تمام. وفي اللي هي بقى اللي بتبقى متنجده من الجناب، اللي انا بتكلم عليها بتاخد 25 متر، بتبقى متنجده من الجناب والشلته بتتحرك، بس بيبقى الفريم بيبقى اليد مش تخينه قوي. في صالون بقى في شغل كابوتينيه وفي كلام من ده وحاجه بقى يعني موديل فخم وواسع وكبير، ده بياخد 35 متر. ده اقصى حاجه للصالون. ده لو احنا حابين بقى ايه نعرف حته الايه ده بياخد قد ايه وده بياخد قد ايه. طبعا في بقى صالونات الصغيره اللوكنز دي بس بقت قليله شويه، دي بتاخد 7 متر. اللوكنز دي اللي هي الابس اللي انا بقول لك عليها، الفرنساوي اللي هي الصالونه دي اللي احنا بنحطها تحفه في البيت والكلام ده. اوضه نوم كده على جنب، ده حلو. ده قمر ده. طيب بص بقى هنا، بص انا في قمر دي انهي اهي البنيات دي اللي هي المقلمه والحاجات دي. ده مقلم وساده يعني بناخد ده صالونات برضو. يعني في ناس بتحب الشغل المقلم. هو المقلم شويه قديم، بس في ناس برضو بتحب تاخد الحاجات اللي هي القديمه دي تعمل بيها شغل، بيبقى شكله شيك قوي وحاجه تراث قديم بس بيديني فخامه في الشغل. نروح ما شاء الله. لا كل ده واللي فوق ده حلو قوي قوي. هتوريني ايه تاني؟ نبص على الانتريهات. ده كده كل الصالونات صح كده؟ كل الصالونات، ده شغل الصالونات كله. هنقول ابو يوسف الصالون بيبتدي من كام لكام بالنسبه لايه؟ مشا. ما هو النهارده الصالون الكويس اللي اخده واحس ان انا عامل حاجه كويسه بيبدا من اول 130 وانت طالعه. اسعارهم متفاوته. في طبعا اسعار اقل بس مش كويسه بصراحه، يعني خامات كلها تعبانه. يعني هعمل الصالون حرام ان انا اصرف عليه وفي الاخر مش هيديني شكل كويس. يعني هنقول مثال زي كده، حاجه زي كده مثلا. انا لو اجيب ب 3000 قماش انا اجيب ب5 احسن. طبعا اديت مني شغل والحمد لله، هم يقولوا وجربوا. بصي في حاجات زي كده بس ده شغلي عادي، ده شغل كده عادي. ده بيعمل 90. ما انصحكوش يعني اللي هو بقى ايه. بصوا الظهر حتى انتوا بتعرفوا الخامات من الظهر كمان يعني. بص في ناس ممكن تخلي الزبون ياخد مثلا هو شعبي قوي. يعني ياخد مثلا مشجر شعبي 90 جنيه واخد ساده عادي مش الساده بتاعه اللي هو بينزل معاه من الشركه بتاعته عشان يقلل السعر للزبون ويحسس الزبون هو معمول معاه واجب وفي الاخر هو مش معمول معاه واجب. بص كده، بص ده قبل النضاري كده هتلاقي الخامه واحده. دي طباعه فيها الرسمه اللي هي اتحطت على الطباعه ودي ما اتحطش على الطباعه مكنه الطباعه. فاهماني؟ بس ده ماتيريال بتاعه واحد بنفس الديزاين. القماشه الساده. الساده بتاعه اللي بينزل معاه احنا بنقول عليه ماتشن. فاهماني؟ ده كده قسم الصالونات. ده قسم الصالونات. هنشوف بقى ان شاء الله قسم الانتريه. وفي معرض فتحته جديد ما شاء الله هيعجبكم جدا جدا، وحاجه برضو فوق الخيال. في شغل جديد انتريه وصالون وستاره وحاجات ممتازه جدا. ماشي ابو يوسف، قبل بس ما نقطع القطعه دي الفيديو هنا، عايزين نعرف صالون ماشي عندك بتاعته بتتكلم من. بص يا ابو يوسف، الصالون عندك بيبتدي من كام متر لحد كام؟ اقل حاجه واعلى حاجه. ما انا بقول اهو، ما انا قلت لا احنا عايزين حاجات نختم من الجنب بتاع الصالونات. انا بلاقي عند ابو يوسف من اول 90 جنيه لحد 200 معاكي لغايه 300 جنيه لحد 300 جنيه. يعني انا بلاقي عندك الشعبي واللوكس كل حاجه، وبدايه الحاجات اللي هي الاوريجينال، الحاجات العاليه. طبعا في كل حاجه. بنفرش ابسون وبنفرش طبعا معلش الصالونات الكبيره واللي هو الوحش والشبح والحاجات دي. كل حاجه حضرتك، اي حاجه يتخيلها الزبون موجوده بجميع انواعها بجميع اسعارها بجميع كل حاجه. هو الزبون بس ينورنا واحنا برده مش هنقصر معاه في اي حاجه برده. تمام يا ابو يوسف. تعالى بقى ورينا في ايه تاني. بصوا يا بنات، هنا بقى قسم الانتريهات. ماشي، كل ما يتعلق بالانتريهات هنسال برضه اسئله مهمه جدا جدا جدا، بس تابعونا. ده الجزء الثاني في عند ابو يوسف الشركه الدوليه. ما تنسوش يا بنات لايك وشير وسبسكرايب وكومنت لطيف جدا جدا زيكم بجد. انتوا المكان انتوا هتتجننوا اصلا النهارده. القماشه تحفه.
تنسوناش كواي، فيسبوك، تيك توك، تويتر، ايه تاني، يوتيوب، فيسبوك قلناه، وانستجرام، صح كده؟ نشوف ابو يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام. احنا كده سيبنا قسم الصالونات وجينا هنا عند الانتريهات. مش حابه صالون بقى، اشتغلي انتريه. خليها عند ابو يوسف. في حاجات زي كده بس بيشتغل انتريه، بيشتغل مشجر وسمبوكسه. ده حاجه جميله جدا يعني في الشغل. بصوا كده. المره اللي فاتت كان الحاجات الجنزاري. على فكره معظم الناس بتحب البيجات. تشتري دماغك بقى من السجاده على بني، خلاص ما اخد حاجه ما تقيدنيش، معلش يعني انا ماخد حاجه معلش ما تقيدنيش. هعمل ستاره وانا مرتاح، هعمل جيب سجاده وانا مرتاح، هعمل كل حاجه ومش هتدوخ يعني، مش هتدوخ على اللون، مش هبطأ، مش هتحس ان هي عندك كده. بصي كده بقى اوف وايت الستاير. حاجه جميله جدا. السجاد بقى بني غامق، فاهم ازاي؟ جبته منت جري، جبته كشمير، جبته كحلي، جبته اي لون تحفه، هيمشي معاكي مع اي حاجه. في الانتريه تحفه، حاجه جميله قوي. تحفه تحفه تحفه. نعمل الجسم ده وده الشيلت. في منه بقى الكشمير، في منه الكحلي، في المنت جريف بيج، في المنت جريف. بص اللون ده يا جماعه كده، قمر، لون حلو قوي قوي وجديد. يا سلام ده لو خدناه وعملنا الخشب شامبين اللي هو بيرمي على اللون دوت، هتحسي ان الانتريه او الصالون تحفه، بينور. تمام. لا في برضو الحاجات دي برضو يعني لو جايه بنات هنا عند ابو يوسف. طبعا ابو يوسف احنا معانا سنتين صح كده؟ ابو يوسف هيغير دماغك، هيوديه دماغك دي في حته ثانيه. يعني بصوا القمر ده المفروض ده شبه الصالون. يعني ده بيتعمل بس يعني برضو كويس وسعره كويس. تمام. بصي بقى بالنسبه للحاجه ده المتر فيه بيعمل 150 جنيه. دي خامته جميله جدا، ما يمشيش ركن. يمشي لو انا عايز اعمل حاجه بقى ايه روشانه كده وحاجه جميله وحاجه مختلفه غير اي حد، فانا هاخد حاجه زي كده. عايز برضو ده نفس الموديل بس ده بينزل ساده وبوكيها. يعني ده بينزل ساده وبوكيه مع بعض اهو. بصوا كده حاجه ما شاء الله. في بقى هوريكم بقى حاجات بقى مودرن نازله جديده، كتانات شغل عالي جدا. بصوا بقى الشغل ده يا جماعه كده، شغل الكتان. بصوا كده ده باخده بعمل الجسم كله ساده، وباخد خداديات اعملها مشجر. انتوا عارفين بقى ممكن مش خداديات، لا احنا هنتجنن النهارده، ممكن حاجات الفرو. في حاجه زي كده والفرو في حاجه زي كده برضه، بس احنا ما بننزلش فرو هنا. بس حاجه ما شاء الله. ده كتان برضه بس كتان مضفر. نفس الخامه. نفس الخامه بس الوان. شغل يعني دي الوانه كلها. في برضه حاجات زي كده. ايه القمر ده؟ بص السؤال اللي جاي لي يا ابو يوسف، انا عندي اوضه بنات وعامله الاوضه للبيبي، انا عندها 2 سنين واحنا عندها 4 سنين، فعايزه اعمل كنبه يعني شبه الانتريه على شكل مثلا دبدوب او حاجه. في اقمشه بتبقى مرسوم عليها كيتي وسبايتر مان والحاجات دي. في بيجي في البرنت، شغل البرنت اللي هو المطبوع. الشغل اللي زي كده مثلا ده ايكيا. شغل ده متهيألي بيتحط في اماكن بتاعت الرسامين والحاجات دي. يعني في حاجات زي كده بيبقى فيها كل الرسومات او ستاير. دي جميله وتمشي ستاير. ممكن اعمل منه ستاره ساعتها. انا بعمل الخداديه والستاره بتاعته. ليه قمر. تمام. بصي ده اللي انا وريت لكم الكارتيلا بتاعته، بس انا عايز اوريه لكم على مساحه اكبر. بصوا كده ده شغل جديد ومش الحمد لله ولا الحمد مش موجود عند اي حد. هو لو بني في كل الالوان. يعني انا في الديكور النهارده باخد حاجه ولا تأيدني في ستاره ولا تأيدني في سجاد ولا تأيدني في دهانات ولا تأيدني في اي حاجه. هنزل السوق هاخد حاجه مش هقلق. ده حاجه معالجه بتتنضف، واخده بالك؟ يعني انا بنزل اجيب القماش على ذوقي بروح اديني المنجد. هل هبقى شكلي مش لطيف لما يقول لي القماش من المكان ده شايط؟ الموديلات ايه ده معرفش اداكي اسعار عاليه. مفيش، ما عندناش احنا في الشركه هنا. احنا بنشتري، انت بتشتري من مكان محترم. وبعدين الحمد لله ولله الحمد في ناس جربتني وخدت شغلي وعارفه الشغل بتاعنا ايه. بيشكروا فعلا ما شاء الله. الحمد لله. يعني اهم حاجه
حاجه زي كده برضو، ده كتان اسمه كتان مضفر. انت عايزه ناس ستاير على اوف وايت؟ ميمي اطلع في الحاجه. ده كتان مضفر. بصوا بقى، بصوا الخامه بتاعته، بصي نعمله كده بسن المقص، يعني حاجه يعني عندها عيال رخمه هتتعامل معاهم عادي. قطط، ناس بتربي قطط يعني. ما بعتها لي برضو والله، يعني في ناس بتربي عندي قطط مجنناني في اقمشه للقطط. في ناس تحس ان هي ده لا لا، بص الخامه، بص بالمقص كمان يا جماعه. بص ده حديد على فكره، بصوا يس. ولا حتى اتعلم ولا اي قصه من القصص دي ولا اي حاجه، خامه ممتازه جدا. طبعا في منها جميع الوان اهي، كل الوانها موجود. في بقى الجلد المقلوب. ابو يوسف صراحه، الاصل ولا التقليد؟ بصراحه انا يعني الجلد المقلوب احنا بنجيبه كمالة صنف بصراحه. عشان اكون دغري مع الناس برضه، انا برجح لاي حد ان يشتغل. ممكن تاخدي منه حته لكرسي، انت كرسي بتاع ده استعمال شغل كابوتونيه الكلام من ده، بحيث سرير مثلا، صح كده؟ بيبقى حلو في الحاجات دي. بتاع اسمه ايه، بتاع تسريحه كرسي. انما مثلا الحاجات دي بتاخد ودني معاك غسيل بقى وتقطيع وتنطيط والاطفال والجو ده. يعمل الحاجه مش هيعملها كل يوم، عايز يعمل حاجه مش هيفكر فيها تاني. فانا برضو الجلد كويس وكل حاجه، بس طبعا في الحلو وفي الاحلى. ده الاحلى ماشي. كل اللي انا بوريه للجمهور كله حاجات جديده، يعني ده شغل جديد. لا مش دي حلو. الكتانات دي بالوانها، بالوانها. ده شغل نبيتي اوف وايت بيج رمادي، ده شغل مودرن يعني مش كلام. في بقى حاجات زي كده لو انا مثلا عايز حاجه تبقى داخل فيها فكره. بصي خامه بتشتغل دبل فيس على الوشين، يعني بتشتغل كده ماشي، وبتشتغل كده. لو انا مثلا مش عايز حاجه لا حلو تبقى ساده خالص، يعني حاجه ما شاء الله وعمليه جدا برضو يا جماعه. يعني ده اهم حاجه ان الخامه تبقى عمليه واستعماريه. حلو. تخيلها في ركنه جميله، والظهر بتاعها كابوتونيه، ومعاها الشلب بتاعتها الفرو الابيض. طبعا هو يستحسن دلوقتي واحد او شيزلونج في اوضه نوم. حلو قوي. ايه الانتريه كله ساده. وبعد كده باخد خدديات بحيث ان لو حبيت اجدد بعد كده يبقى كل تكلفتي ما تبقاش كتيره. بس حلو صح. قمر المتر بكام بالنسبه لده؟ ده حضرتك اسمه جبلان. الخامه دي بتعمل 120 جنيه تمام. في الكتان المضفر ده، معلش يا جماعه الاسعار عاليه شويه لان دي الاسعار الجديده. لا سيبنا من الاسعار الجديده، الخامات نظيفه متكلفه. يعني احنا بنكلف، احنا بنبص اهم من الشغل. يعني انا لما باجي اعمل حاجه بعملها صح عشان خاطر يديني مستوى كويس والزبون ما يقلقش منها. ما انا مش عليه هروح اصرف تنجيد قد كده وادي المنجد قد كده مصنعيه عاليه، واروح اجيب مثلا عشان اوفر 500 جنيه اروح جايب قماشه مش كويسه. انا بجيب قماشه اهم حاجه الاستعمال. صح. بصوا حاجه بتتكلف قماش سفنجي الخشب. لو الحاجه تدهن دهانات في مكان كويس، كل قطعه بتفنشي بيها شغلك طلعي شغل كويس. اكيد طبعا. خامه دي نفس الجوده دي بالظبط بنفس سعرها تمام. طبعا في خامات بقى اقل زي كده. محمد يوسف في حاجات بقى اقل زي كده. بصي كده حاجات زي كده. ده شغل برضو يعني ايه، يعني حلو بس برضو اقل في السعر. ده بيعمل 75. حلو ده، حلو وكويس وعملي برضو استعمالي في الشغل. في برضو الخامات دي، ده كتانات على بص الخامة دي ده كتان، ده سعره كويس جدا. ده بيعمل 95. ده ممكن لظهر السراير الكابوتونيه بتاعت البنات. لا ويتعمل انتريهات برضو جميل، ده خامته حلوه. بس هي ممكن وتكملي منه ستاير يعني ورا لا بص انا بقى استنى يا يوسف عشان بص البنات. ممكن ده ظهر السرير كابوتونيه، ممكن وراه الشباك بتبقى الستاير التقيله. ممكن قمر نازل منه العرض 3 متر بنفس الديزاين ده. ده العرض 2 متر، ده عرضه 140 سم. 140. انما في نازل منه عرض 3 متر اللي هو مش هنوصل، يعني مش هيبقى فيه وصله في الستاره ولا اي حاجه من الحاجات دي. ده كتان حاجه مستوى كويس جدا وحاجه ب 90 ان شاء الله. 90 حلو مش وحش. الوانه بقى دي لو اوضه ولاد دي جميع الوان موجوده يعني. واوضه العرايس الاوضه الكبيره. لا حلو سكر في الحاجات اللي فوق دي حلوه قوي يا بنات. بصوا في حاجه زي كده. ده كتان برضو لو انا عايز مثلا شغل مط خالص وساده. بصوا كده قمر
في برضو كل الوانه، اي لون ما انتوا يعني عايزينه موجود. تمام. هنشوف ايه تاني؟ حاسه ان في حاجه كده قويه مخبالي في اخر الفيديو. ما هو بقى ده هنشوفه في المعرض الجديد ان شاء الله. يعني هنروح المعرض التاني ان شاء الله. خلاص. احنا هنا فين؟ المعرض ده فين؟ المعرض ده حضرتك في الحمزاوي الكبير، الحمزاوي الكبير في وكالة ابو زيد. وجالة ابو زيد. احنا بس نيجي نسال الأزهر؟ على ابو يوسف. زرع ابو يوسف الشركه. لا، الشركة الدولية. الشركه الدوليه للستاير وانتريات والمفروشات. تمام. ما تنسوش يا بنات لايك وشير وسبسكرايب وكومنت لطيف. المكان تحفه، فيه اقمشه كتير جدا جدا جدا. تابعونا كواي، تيك توك، فيسبوك، تليجرام، انستجرام، تويتر، اليوتيوب طبعا المنصه الاساسيه. المكان تحفه تحفه تحفه. هنروح نصور في المكان التاني ان شاء الله. طبعا بقى في فيديو جديد هنصور لكم المعرض الكبير الجديد هناك ان شاء الله، وهنصور معاهم الستاير باذن الله. بحبكم في الله. السلام عليكم.